لو معايا 250 ألف أبدأ بيهم ازاي أو أعمل بيهم ايه؟ في الفيديو ده هتكلم مع حضراتكم إن شاء الله. لو مع حضرتك 250 ألف تعمل بيهم ايه؟ لأن جالي سؤال، واحد كلمني في التعليقات قال لي أنا معايا 250 ألف وعايز ايه؟ عايز أبدأ مشروع بيه. فأنا هرد عليه، وعدته اللي أنا هرد عليه بفيديو عشان الكل يستفاد. في الأول خليني أعرفكم بنفسي. معاكم أخوكم إسلام عبد الرؤوف، ودي قناتكم قناة المزرعة. انا تحت امر اي حد في اي استفسار او اي سؤال او اي حاجة. كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنفيد بعض، والله يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس ان شاء الله. كلمني واحد محترم وقال لي انا معايا 250 الف وعايز ابدأ بيهم ايه. فانا قلت له طب انت عندك مكان، ولا انت عندك ارض، ولا انت عندك خبرة، ولا انت عندك ايه؟ انا معرفش ظروفك ايه بالظبط عشان اقدر اوصف لك مشروع اللي انت تمشي عليه. فانا هتكلم في المجمل وهتكلم في العموم. اولا ال250 الف دولت النهارده ما يطلعوش 3 عجول تسمين. لو قلنا مثلا هنجيب العجل ب50 ألف، لأن هو مثلا المبتدئ ده أنا مش عايزه يجيب حاجة صغيرة، عشان الحاجة الصغيرة فيها مخاطرة وهو ما عندوش خبرة. فهيجيب حاجة كبيرة شوي، وزن 250 280، يعني هتروح من 45 ل50 ألف. هنقوله 50 ألف. طب ال3 عجول ب150 ألف. طب ال3 عجول دولت عشان أنا أطلعهم دورة 6 شهور أو 9 شهور، فهيتعاكلوا معايا. يعني كل واحد هياكل له من طن لطن وربع علف. لو حسبت الطن النهارده ب17 أو 18 ألف، فهتكلم اللي 250 ألف اتفرتكوا. طبعا بجانب تحصيناتهم، بجانب التبن، بجانب الدريس. ادي ال250 ألف طلعوا لي 3 عجول تسمين. وانا ما عنديش خبرة، فممكن العجل ما يحولش معايا، ممكن اوكل على الفاضي. فانا بستبعد لك موضوع اللي انت ايه تجيب 3 عجول تسمين ده او تجيب عجول تسمين. طب ممكن اعمل ايه تاني؟ طبعا احنا قلنا حضرتك لو عندك خبرة ممكن تجيب عجول صغيرة. عجول صغيرة اللي هي بترضع. طب ممكن العجول الصغيرة ديت لو انا ما عنديش بقر بيحلب هرضعها ايه؟ ممكن حضرتك ترضعها لبن صناعي. الموضوع ده من افضل المشاريع ومن احلى المشاريع. بس عايز يكون عندك نقطة واحدة، يكون عندك انت اتعاملت مع الحاجة دي قبل كده، وعارف الاسهال بتاعها بيتعالج ازاي، عارف العجل لو تعب بتعامل معاه ازاي. لو انت تعرف الحاجات دي كلها يبقى اتكل على الله. والعجول الصغيرة دي يعني تعتبر هي من افضل المشاريع دلوقتي. طب انا ما عنديش خبرة وما اعرفش اجيب اللبن الصناعي منين، وما عنديش بزازات، وما عنديش وما اعرفش، يبقى استبعد لك برضو. استبعد اللي انت تجيب عجول صغيرة وتربيها. ممكن تجيب عجلات بقارة بال250 ألف. هنتكلم مثلا لو جبنا عجلات مثلا على وش عشر، هتجيب مثلا عجلة هنتكلم من 35 ل40 ألف. تقعد معاك مثلا 5 شهور ولا حاجة، وبعد كده ربنا يكرمك وتعشر. هتجيب لك مثلا برضو 3 عجول. هتجيب لك ممكن بقى بال250 ألف تجيب لك 4. لا، هتجيب 5، حوالي 5. ايه؟ عشان أكلهم وشربهم وتحصيناتهم ودواهم. بس هو قال لي نقطة معينة في السؤال، قال لي أنا عايز حاجة أصرف منها يعني وتجيب لي في الآخر مكسب. في حاجة بس عايز أنبه حضراتكم عليه. يا جماعة، موضوع التسمين أو موضوع العجول الصغيرة والمجال ده عامة، ما فيش حاجة اسمها أصرف منه. أنا بعمل الدورة مثلا 4 شهور، 6 شهور، 8 شهور، سنة. أنا طول السنة ديت بفضل أحط فيها فلوس، ما بصرفش منه. بفضل أحط فيها فلوس، ربنا بقى بيرضيني. اخر الدور لما بيع بطلع اللي انا صرفته، بطلع تمن راس المال، بطلع كذا واشوف اللي جالي ده مكسبي. لكن مفيش حاجه اسمها هصرف. تصرف في حاله واحده. تصرف لو انت حضرتك مثلا عندك قطيع كبير وبتبيع، هو بيولد وحضرتك بتبيع منه على طول، سواء غنم او سواء عجول. لكن اللي انا هجيب مثلا دورة اطلعها دي ما فيهاش مصاريف، فلازم حضرتك يكون في شغل جنب المشروع ده. ما ينفعش اللي انت تقعد على المشروع ده اصلا. انت مش تاجر. لو انت تاجر هتجيب الحاجة قعدت عندك يوم يومين اسبوع وتتكل على الله، تاخد حسنتك فيها وتبيعها. ده شغل التجار. لكن لو انت مربي، مفيش حاجة اسمها اصرف من المشروع. دي بس حاجة حبيت لان هو قال لي انا عايز اصرف من المشروع. فما فيش حاجة اسمها تصرف. دي انت ان شاء الله ربنا يرضيك اخر الدار. قلنا العجلات البقارة لو جبتهم طبعا مش هيحتاجوا علف، ممكن شوية ردة مع برسيم او ضراوة طول النهار توكلهم. ممكن تبدأ كده.
بس طب انت بتفضل لي ايه يا عم اسلام، او انت بترشح لي ايه؟ انا برشح لك تبدأ بالغنم. لو حضرتك عندك مكان وعندك شوية ارض هتزرعهم شوية برسيم حجازي، او هتزرعهم شوية ضراوة سكرية ولا حاجة، ابدأ بالغنم. طب الغنم هبدأ ايه؟ هبدأ تسمين ولا هبدأ امهات ولا هبدأ كذا ولا كذا؟ والله انا برشح لك اللي انت تبدأ امهات. هتجيب لك مثلا 20 لو انت معاك 250 الف زي انت ما بتقول، 20 وهتجيب لهم مثلا شوية تبني الفاصوليا بتاعهم. الامهات ما بتحتاجش علف. الامهات اللي هي هتعشر مش هتحتاج منك علف، هتحتاج اللي هي ترعى وتسرح. هتاكل شوية بصل، قشر بصل، هتاكل شوية تبني فول، هتاكل شوية تبني فاصوليا، هتاكل الحاجات دي كلها، فهتوفر معاك في الاكل. طب ممكن ابدأ ايه برضو؟ ممكن والله تجيب لك 25 خروف وتبدأ دورة تسمين. بس طبعا محتاج خبرة، محتاج اللي حضرتك تبقى عارف انا هجيب الخروف ده بمواصفات ايه عشان يحول لي. محتاج اللي انا اعرف الخروف ده انا هجيبه كام كيلو، وهيقعد عندي كام شهر، وهبيعه كام كيلو في الاخر. فديت حاجات انت محتاج تعرفها. انا ما اعرفش انت حضرتك عندك الحاجات دي كلها وانت ولا ما عندكش. انا ممكن اقول لك خش في اي حاجه واقول لك هات اي حاجه، وفي الاخر تدعي عليا. انا مش عايز كده. انا عايزك لما تحط فلوسك في حاجه تحطها في حاجه نافعه. الدنيا زي ما احنا شايفين وزي ما احنا عارفين، الدنيا اصلا دلوقتي غاليه، والحاجه غاليه والحاجه نار. واحنا كله بيتعب عشان خاطر ربنا يرضيه في اخر الدوره، وربنا ايه؟ ربنا يطلع له حسنه بس مش اكتر. طب انت بتنصحني في ايه يا عم اسلام في اخر الليلة دي كلها؟ بنصحك اللي انت تخليك في الغنم. حتى الغنم لو انت مثلا عندك 20 واحدة ومات منك واحدة، مات منك اتنين، معرفتش انت تتعامل معاهم، سوء تغذية عبل ما تجيب الدكتور، الحق يا دكتور، طب الدكتور اتأخر عليك، طب ما معكش رقم دكتور، طب الحاجات اللي احنا كلنا تعرضنا لها واحنا في الاول دي. فانت لما تقع منك غنمة احسن ما تقع منك عجل. العجل لو وقع منك يعني او تعتبر بربع فلوس، بربع ال250 الف دول. بالنسبة برضو الواحد كلمني قال لي رب غنم ولا رب جاموس ولا رب بقر، هو برضو نفس الإجابات ديت تنطبق على حضرتك. أنا ما بشتغلش في الجاموس عشان برضو إيه، عشان حضراتكم تبقوا عارفين أنا بشتغل في البقر بس وفي الغنم، سواء عجول أو سواء نيتي. لكن أنا ما بشتغلش في الجاموس، ما بحبش الجاموس. طب هل معنى كده الجاموس وحش؟ لا بالعكس، الجاموس حلو، في ناس كتير ربنا بيرضاها فيه. بس أنا الجاموس باله طويل، باله طويل وبياكل كتير. يعني مش اللي هو ما بياكلش، بياكل كتير. فانا ما بحبش الجاموس. فربنا يراضي الجميع ويراضي كل واحد. دي بس كانت شوية ايه حاجات، كان واحد سألني وقال لي وقلت وانا وعدته اللي انا هرد عليه. فحضرتك ابدأ، انا ما بقولكش ما تبدأش، ابدأ واتكل على الله وسيبها على الله واعتمد على الله واتعب واسأل واتعلم. بس انا عايزك قبل ما حضرتك تبدأ تعرف انا هجيب ايه بفلوسي ديت. طب انا هوكل ايه؟ قبل ما حضرتك تجيب العجول عندك او تجيب الخرفان او تجيب الغنم او تجيب المعيز او تجيب اي حاجة، اعرف اشتغل صح. اعرف الحاجة لو ما جاتش من الاول رخيصة او جات بتمنها، يعني لو انت جبت الحاجة غالية عن تمنها 3 4 تلاف، اندحك عليك مثلا في سوق، حد بتاع مزرعة ما عندوش ضمير ضحك عليك، اعرف اللي دي انت من اول المشروع كده خسرت. لان ال3 4 تلاف اللي في الاول دولت ممكن يكونوا هم اللي مكسبك في الاخر. فانا طبعا انا جبت الحاجة غالية، طب بعد اكل وشرب وده كله، طب ما انا هبيعها برضو بنفس السعر، واجي انا ايه؟ يبقى تعب ده كله راح على الفاضي. فحضرتك قبل ما تخش الموضوع اسأل واحد يكون عنده ضمير، او هات من واحد حاجة يكون عنده فيها ضمير واتعلم منه. يعني مش ايه، جنبك صاحبك، جنبك خالك، جنبك ابوك، جنبك دي جنبك دي، قول اعرض عليه الفكرة مرة واتنين. ما تخشش في المجال كده اللي انا مثلا معاه فلوس، طب الانتاج الحيواني حلو، طب انا اخش فيه. يا عم هو الانتاج الحيواني حلو وكل حاجة على راسنا، ما قلناش حاجة، بس اعرف انا بعمل ايه. اعرف انا العجل ده لو ما حاولش معايا هعمل له ايه. طب اعرف انا العجل ده لازم يتوزن، طب انا العجل ده لازم يتحصن، العجل ده لازم ياخد ديدان، العجل ده لازم يتشاري بكام كيلو، انا عارفه هشتريه كام كيلو، هقعده عندي كام شهر، هبيعه امتى. دي كلها حاجات هتوفر عليك اللي انت دورتك تنجح وربنا يرضيك. ما عندكش خبرة في السهاري دي كلها، زي ما قلت لك خليك في الغنم. الغنم وشها مش كتير ومناعتها عالية، هتحتاج تحصينات منك برضه بس اكلها ضعيف عن العجول. وهتعرف لو لا قدر الله في خسارة ولا في حاجة، هتعرف اللي انت تدويها، وهتبقى خسارة قريبة، مش هتخسر فلوسك كلها ومش هتخسر كتير.
المكان برضو ما يبقاش عندك مكان مثلا اوضه مكتومه الشمس ما بتخشهاش وحضرتك تقول لي عندي مكان. المكان طبعا ده لازم يكون متهوي، المكان ده لازم يكون على الاقل خالص فيه شباك، فيه باب محترم. في الصيف اللي احنا فيه ده يكون فيه مروحه مش محطوطه على العجول مباشر، تكون محطوطه مثلا في اتجاه تاني غير العجول كده. ميتك ما ينفعش انت حضرتك تكون بتروح شغل وتسيب عجولك من غير ما تسقيها مرة الصبح وخلاص، ولا مرة الصبح ومرة اخر النهار في الصيف ده، ما ينفعش طبعا. لازم المية اقل خالص، اقل حاجة في الصيف ده هتسقيهم 3 مرات في اليوم. دي كلها حاجات لازم حضرتك تبقى عارفها واساسيات. معلش انا طولت شوية على حضراتكم بس ايه، هو كانت ناس كلمتني والله اكتر من واحد، ناس بعتت لي على الواتس وناس بعتت لي رسايل، فانا قلت ما هرد عليهم في فيديو، وانا قعدتهم ورديت عليهم اهو. فلو حضرتك عندك اي سؤال او حضرتك عندك اي استفسار او حضرتك محتاج اي حاجة، انا تحت امر اي حد في اي وقت، ووقت ما ترن عليا ان شاء الله هتلاقيني موجود. لو محتاج اي حاجة ممكن اساعدك فيها. بالنسبة للناس اللي سألتني على اللبن الصناعي وسألتني على البزازات وسألتني على العجول الصغيرة، المشاريع ديت المشروع ده كويس خالص، كويس بفضل الله، كويس خالص، بس لازم يكون عندك خبرة تاني. فانا مش عايز افتح تاني في مواضيع. لو انت محتاج اي حاجة انا تحت امرك. وفي الاخر لو استفدت مننا اي حاجة ما تستكترش علينا اللايك وتعلق لنا، تقول لنا انت استفدت بايه او انت محتاج ايه او ايه كده. وفي الاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.